أهلا بيكم. النهاردة عندنا قصة أغرب من الخيال فعلا. بنتكلم عن تحول 180 درجة. رجل أعمال أمريكي أبيض 38 سنة، عايش اللي كتير بيسموه الحلم الأمريكي، بس في نفس الوقت كان بيكره الإسلام والمسلمين كراهية مطلقة. وفجأة كل ده اتقلب. وبقى هو نفسه مسلم. السؤال هنا، إزاي ده بيحصل؟ إيه اللي ممكن ينقل إنسان من أقصى الكراهية للاعتناق الكامل؟ المصدر بتاعنا هنا هو نص مقابلة للراجل ده نفسه بيحكي قصته بصوته. يعني إحنا بنسمع منه مباشرة. بالظبط، فاحنا مش بنحلل كلام اتقال عنه، لأ، احنا هنبص على كلامه هو ونحاول نفكك العوامل النفسية والاجتماعية اللي وراه. دي مش مجرد حكاية، دي رحلة بتكشف كتير. تمام، يبقى إحنا هنمشي معاه خطوة بخطوة في رحلته دي. وخلينا نبدأ من الأول خالص، من صورته قبل ما أي حاجة تتغير. هو كان مين وكان عايش إزاي؟ القصة بتبدأ مع شخص يبان من بره إنه محقق كل حاجة، رجل أعمال، فلوس، حفلات. الصورة النمطية للنجاح المادي في أمريكا بالظبط. لكن هو بيوصف الحقيقة بشكل مختلف تماما. بيقول إنه من جوه كان في خواء. بيستخدم تعبير دقيق قوي. بيقول إنه كل ليلة كان بيرجع بيته يحس بفراغ كبير في صدره. وكان بيتمنى لو أسرته لسه معاه. تمام، هنا بنشوف أول شرخ في الصورة المثالية دي. كل مظاهر المتعة الخارجية دي ما قدرتش تملأ الفراغ الداخلي. والنقطة اللي فجرت كل ده كانت الطلاق. بيوصفها إنها كانت تجربة مدمرة بعد 6 شهور بس من ولادة ابنه. التجربة دي فعلا حطمته. والغريب إن أزمته الشخصية دي اترجمت لموقف عدائي من حاجة تبان ملهاش علاقة. اللي هي الإسلام. أيوة، كأن حالة الانهيار اللي كان فيها دي كانت محتاجة عدو واضح يوجه له غضبه. والإعلام كان مجهز له العدو ده على طبق من ذهب. دي ملاحظة مهمة جدا. في علم النفس أصلا لما بنمر بأزمة بنحس بفقدان السيطرة. فعشان نستعيد الإحساس ده بندور على عدو خارجي نلومه. ده بيخلي العالم يبان أبسط. وهو بيعترف بصراحة إنه كان شايف كل المسلمين إرهابيين. والمصدر كان واضح وصريح. الإعلام بالظبط. بيقول إن في أمريكا الأفلام والمسلسلات بتربط دايما المسلم بصورة واحدة، شايل كلاشنيكوف وبيصرخ الله أكبر. صورة مرعبة اترسخت جواه لدرجة إنها بقت حقيقة مطلقة بالنسبة له. وهنا بقى بتحصل المفاجأة اللي قلبت كل حاجة. الشرارة الأولى للتغيير ما جاتش من جواه هو. جت من طليقته اللي هي أصلاً سبب أزمته. بالظبط. فجأة بدأ يلاحظ عليها تغيير غريب. لقى عندها سلام نفسي وهدوء وسعادة ما كانش بيشوفهم فيها قبل كده. ولما سألها إيه سر التغيير ده، الصدمة كانت في الإجابة. قالت له: قررت أعتنق الإسلام. تخيلي واقع الكلمة دي عليه. هو بيوصف اللحظة وبيقول إنه حس بالدمار. ورد فعله كان عنيف جدا. متوقع طبعاً. اتحول لعدوانية مباشرة. هددها بالمحاكم وقال لها هيصرف كل فلوسه عشان ياخد حضانة ابنه. هدفه كان إنه يمنع ابنه من إنه يعرف أي حاجة عن الإسلام. أيوه، كان مستعد يدخل في حرب شاملة عشان ده. بس رد فعل طليقته هنا كان ذكي جداً. جدا. في وسط الخناقة والتهديدات دي ردها كان هادي جداً. بدل ما تجادله اديته نسخة من القرآن. وقالت له جملة واحدة بسيطة: اقراه وشوف لو لقيت فيه حاجة مش عاجباك. هي كده حولت المعركة من خناقة شخصية لصراع أفكار. بالظبط. رمت له التحدي إنه يهاجم المصدر نفسه. وهنا رحلته الحقيقية بتبدأ. بس هو دافع للقراءة ما كانش الفضول، صح؟ لا طبعا، دفعه كان استراتيجي بحت. هو بيقول إنه بيؤمن بمبدأ اعرف عدوك. يعني أخد الكتاب عشان يلاقي فيه ثغرات يستخدمها ضدها في المحكمة؟ بالظبط. وهنا بقى حصل معاه حاجة اسمها في علم النفس التنافر المعرفي أو الكوجنيتيف ديسونانس. التنافر المعرفي ممكن تشرحه أكتر؟ ببساطة دي حالة عدم ارتياح بتحصل لما يكون عندك فكرتين عكس بعض في نفس الوقت. هو داخل بفكرة مسبقة إن الإسلام ده دين عنف، وفجأة لقى نفسه بيقرأ كلام عن قيم الأسرة والخير والصدقة. والعقل ما بيحبش التناقض ده. تماماً. فبيبدأ يدور على مخرج. يا إما يرفض اللي بيقراه ويقول ده كذب، يا إما يبدأ يشكك في فكرته الأصلية. وفي حالته الشك هو اللي بدأ يدخل. القراءة اللي كانت المفروض تكون سلاحه بدأت تشتغل ضده. بيوصف اللحظة دي إنه قال لنفسه يمكن أمريكا كدبت عليا شوية بخصوص الإسلام. لكنه لسه ما اقتنعش.
الشك دخل بس الكراهية كانت لسه موجودة. والتحول الحقيقي في موقفه ما جاش من قناعة دينية. لا، جه من تفكيره كأب خايف على مستقبل ابنه، ودي نقلة مهمة جدا. هو بدأ يعمل مقارنة عملية قوي بين تأثير الإسلام المحتمل على ابنه وتأثير المجتمع الغربي اللي هو عايش فيه. أيوة، كان عنده مخاوف واضحة جدا. وهو بيقولها بصراحة شديدة. بيقول هيقولوا له يصبغ شعره أزرق ويتحول لبنت أو لأي جنس من الأجناس اللانهائية. هو كان بيكره الأفكار دي أكتر من كرهه للإسلام في الوقت ده. وهنا عمل حسبة، يعني براجماتية بحتة. حسبة إدارة مخاطر. كرجل أعمال قال لنفسه لو ابني بقى مسلم مستحيل ده يحصل، لو ما بقاش مسلم ممكن يحصل. فجأة الإسلام اتحول من الشر المطلق لأداة وقاية ضد شر تاني هو شايفه أكبر وأخطر. وعلى الأساس ده رفع سماعة التليفون واتصل بطليقته وقال لها جملة صدمتها. اسمعي، تقدري تعلمي ابننا الإسلام؟ هو بيوصف قراره في اللحظة دي بأنه كان اختيار أهون الشرين. ما اختارش الإسلام عشان هو الأحسن، اختاره لأنه كان أقل سوءاً من البديل. وده بيورينا أن التحولات الكبيرة مش دايما بتبدأ بقناعات إيجابية ضخمة، أوقات بتبدأ بخطوة عملية صغيرة. وبعد ما سمح بتعليم ابنه حس إنه بقى مسؤول إنه يفهم أكتر. بالظبط، ما بقاش مجرد عدو، بقى جزء من مستقبل ابنه، وهنا بحثه أخد شكل مختلف تماما. بدأ يقرأ القرآن بجدية أكتر وبدأ يروح الجامع، بس اللي لفت نظري إنه ما كانش بيروح عشان يصلي. لا، كان بيروح يحضر الفعاليات الاجتماعية، احتفالات الأطفال، البازارات. كأنه كان عايز يدرس المجتمع على أرض الواقع. وهنا بندخل في نظرية في علم النفس الاجتماعي اسمها نظرية التواصل أو contact theory. بتقول إن أفضل طريقة تقلل بيها التحيز والعداء بين المجموعات هي التواصل المباشر. ولما شاف المسلمين كبشر عاديين، آباء وأمهات وأطفال، الصورة النمطية المرعبة انهارت. تماما. وفعلا هو بيوصفهم بأنهم ألطف ناس قابلهم كحياته، ودي شهادة قوية جدا من شخص بدأ وهو بيعتقد أنهم إرهابيين. والمقارنة اللي عملها بين المسجد والكنيسة كانت فارقة معاه قوي. دي كانت ملافظة عملية جدا. لاحظ فرق جوهري في التعامل مع الفلوس. في المسجد لو في شخص محتاج مساعدة الإمام بيطلب تبرعات، والفلوس بتتلم وبتتسلم في إيده في نفس اللحظة. بالظبط، والمساجد نفسها بسيطة وعملية. في المقابل، من ذكرياته عن الكنايس كان بيشوف القساوسة معاهم عربيات رولز رويس. المقارنة دي مباشرة وقوية. حس إن الإسلام أكثر صدقاً، حس إن الفلوس بتروح لمكانها الصح. وده بيورينا إن الأصالة والنزاهة في المجتمع ممكن تكون مؤثرة أكتر من أي جدل لاهوتي معقد. والأكتر من كده إن التغيير ده بدأ ينعكس على حياته الشخصية وقيمه. أيوة، يمكن حتى من غير ما ياخد باله. في نفس الفترة دي كان في علاقة عاطفية مع واحدة تانية، والعلاقة دي بدأ يظهر فيها مشاكل. هو بيقول إن كان في تصرفات غريبة جداً ما كانش مرتاح لها، زي إنها تقابل رجالة تانيين لوحدها أو تسافر لوحدها وتقابل رجالة. حاجات هو ما كانش بيقبلها. والخلافات دي في النهاية خلت العلاقة تنتهي. النقطة المهمة هنا إنه اكتشف بعدين وهو بيحكي القصة إن مشاعره دي كانت متوافقة جدا مع القيم الإسلامية، من غير ما يكون مسلم أو حتى يعرف ده وقتها. بالظبط. كأن الإطار الفكري الجديد اللي كان بيكتشفه بدأ يفسر له مشاعره اللي كانت موجودة عنده أصلا. وبعد انتهاء علاقته دي دخل في حالة اكتئاب شديدة جدا. وهنا المفارقة الكبيرة. عنده كل مقومات السعادة المادية، صحة، فلوس، وأهله عايشين. ورغم كده كان بائس جدا وحاسس إنه لوحده تماما. كل النجاح المادي ده فشل في إنه يحميه. طلقته لحظة اكتئابه، وهنا عملت حركة ذكية تانية. مكلمتهوش أو نصحته. لا، مجرد بعتت له تفسير لآيات من القرآن بعنوان رسالة إلى المريض. كل الأبحاث والملاحظات اللي فاتت كانت بتجهز الأرض، لكن اللحظة دي كانت محتاجة محفز عاطفي وروحي. وقراءة الرسالة دي كانت القشة الأخيرة. هو بيوصف تأثيرها عليه وبيقول إن كل حاجة ركبت في مكانها الصح. كل الأسئلة اللي في دماغه، الفراغ اللي كان حاسس بيه، كل حاجة فجأة لقت إجابتها. والقرار كان فوري وحاسم. ما كانش فيه تفكير طويل. هو كان راكب معاها العربية بعد ما خلص قراءة وبصلها وقال لها وديني الجامع. كان المفروض أعمل كده من زمان. دي لحظة اليقين الكامل اللي بتيجي بعد رحلة طويلة من الشك والبحث. كل القطع المتبعثرة اترصت فجأة. وفعلا راح الجامع وأعلن إسلامه. وبيوصف استقبال الناس له هناك إنه كان حافل. بيقول عملوه كأنه نجم سينمائي. وهو ما كانش فاهم السبب في الأول، بس بعدين فهم إنه في الإسلام كل ذنوب الشخص بتتغفر لما بيعتنق الدين. فبيكون كأنه اتولد من جديد.
وده أكيد كان شعور قوي جدا بالنسبة له. وبعد إسلامه حياته اتغيرت بالكامل. أول وأهم تغيير كان في أسرته. راح لطليقته وقال لها جملة بتلخص تفكيره الجديد. قال لها: اسمعي، أنا مسلم وإنتي مسلمة، وأنا بقيت شخص مختلف تماما. أبغض الحلال عند الله الطلاق. خلينا نرجع أسرتنا تاني. يعني إعادة بناء الأسرة كان تطبيق عملي للقيم الجديدة. بالظبط، مش مجرد قرار عاطفي. وهي وافقت. اتجوزوا تاني في المسجد وعاشوا فترة في أمريكا، بعدين كوستاريكا، وفي الآخر استقروا في دبي. فكرة الانتقال لدبي دي مهمة جدا، ليه؟ لأنها بتوضح إن التحول ما كانش مجرد قناعة داخلية، كان محتاج بيئة خارجية تدعمه. كانوا عايزين يعيشوا في بلد مسلم، أكل حلال، صلاة بسهولة. تمام، الحفاظ على هوية جديدة بيحتاج مجتمع وبيئة بتعكس وتدعم الهوية دي. وهو بيختم قصته وبيوصف حياته الجديدة بإنها حياة مذهلة منذ ذلك الحين. يعني التحول كان كامل في المعتقد ونمط الحياة والأسرة والمكان. رحلة مذهلة فعلا، بدأت من الكراهية المبنية على جهل وصور نمطية، للبحث بدافع العداوة، للاقتناع بدافع الأبوة، وفي النهاية للإيمان بدافع الحاجة الروحية. القصة دي بتورينا قوة الانتقال من المصادر الثانوية للمصادر الأولية. هو بنى كراهته على الإعلام والأفلام، ولما راح للمصدر الأولي اللي هو القرآن والمجتمع نفسه، كل البناء ده انهار. وده بيطرح سؤال أعمق عن قد إيه من قناعاتنا مبنية على اللي بيتقال لنا، مش على اللي بنشوفه وندرسه بنفسنا. وده بيوصلنا للسؤال الأخير اللي ممكن نسيبه للمستمع يفكر فيه. قصة الراجل ده بدأت بإنه قرر يعرف عدوه. ده يخلينا نسأل نفسنا: إيه هو العدو الفكري في حياتنا اللي عمرنا ما فكرنا نقرأ كتابه أو نتكلم معاه بصدق؟ وإيه اللي ممكن نكتشفه عن عدونا وعن نفسنا لو قررنا نعمل كده؟ سؤال يستحق التفكير.